السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة ثبات شايفينها الفترة دي إذا كان لسعر الدولار جوه البنوك أو لسعر الذهب في الصاغة. السعر الذهب دلوقتي بيتحرك مع تحرك الشاشة العالمية، والسؤال دلوقتي لو أنا معايا سيولة إمتى أبدأ أخاف لو أنا معايا جنيه ورق؟ السؤال التاني ده شاغل ناس كتير جدا الفترة الحالية، الناس دي خايفة من التضخم وخايفة على قيمة فلوسها. يا ترى ايه هو المتوقع من اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 23 مايو 2024؟ هل البنك المركزي ممكن يخفض سعر الفايدة ولا يثبت الفايدة ولا ممكن يفاجئ الكل ويرفع أسعار الفايدة؟ خليني اقول لك، الشاشة العالمية شفناها بترفع عند قمة جديدة. هل ممكن الشاشة العالمية تصحح وتنزل ولا كده خلاص السعر هيطلع ويطير؟ هل الوقت الحالي مناسب للشراء كمان دلوقتي ولا لا؟ كل ده هجاوبك عليه، وما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب لينك الواتساب او التليجرام، ده بيبقى اسرع من اليوتيوب، هسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق. الوقت الحالي عامل لناس قلق كتير وتوتر، وخاصة للناس اللي معاها سيولة بالجنيه مش عارفة تعمل بيها ايه، خايفة تروح تشتري ذهب وبعد كده الدولار ينخفض جوه البنوك، وبالتالي ده هينعكس كمان على الذهب فسعره ينزل وتبقى اتحبست. طيب السؤال دلوقتي امتى اقلق طول ما انا معايا جنيه مصري؟ امتى اقلق على الجنيه وامتى اقلق على قيمة فلوسي؟ خليني اقول لك وتابع تركاية الاستيراد والتصدير. طول ما حركة الاستيراد والتصدير شغالة وفي دولار جوه البنك متوفر وبقوة، اوعى تقلق، لان طول ما في دولار متوفر جوه البنوك ما فيش ارتفاع لمعدلات التضخم في مصر، ولا الجنيه هيبدأ ان هو يقل من قيمته. ولكن في حالة الاستيراد والتصدير وقف او سمعت ذبذبة في الحوار دوت تبدأ تقلق، لان مع توقف حركة الاستيراد والتصدير هيبدأ ده يكون بوادر لأزمة للدولار جوه البنوك، وبالتالي ده هينعكس كمان على رجال الأعمال، وبالتالي كل واحد هيبدأ ان هو يتجه للسوق السوداء علشان بضاعته، وعلشان ان هو يبدأ يتحرك جوه السوق بتاعه ويبدأ يخرج بضاعته اذا كان هيجيبها من بره او يخرجها من المينا، وبالتالي هيبدأ في ظهور السوق السوداء مرة اخرى، وهترجع اشرس كمان من الاول. وقتها اقدر اقول لحضرتك تقلق على الجنيه الورق اللي معاك، لان وقتها الكل هيضارب على الدولار وهيضارب على الذهب عشان يحقق جني ارباح بسرعة شديدة. وقتها ابدأ اقول لك خاف وابدأ اتحرك. المتوقع في اجتماع البنك المركزي المصري بكرة الخميس 23 مايو 2024؟ احنا قدام 3 سيناريوهات ملهمش رابع. رقم 1، يا اما البنك المركزي يخفض سعر الفايدة او يثبت سعر الفايدة او يرفع سعر الفايدة. خليني اقول لك اقتصاديا انا بعيد تمام كل البعد عن ان البنك المركزي يخفض سعر الفايدة عشان ما يبعدش الناس من ناحية البنوك. طيب هتقول لي ممكن يرفع سعر الفايدة فجأة، هقول لحضرتك الإقراض دلوقتي أو القروض سعرها مرتفع جدا، سعر الفايدة على الإقراض مرتفع، وده بيأثر على الاقتصاد بالسلب لأن البنوك قايمة أساسا على القروض، عشان كده الاقتصاد في مصر في حالة شلل تام. طيب رقم 3، وده بنسبة 90% أنا أتوقعها إن البنك المركزي هيثبت سعر الفايدة. هتقول لي ليه؟ هقول لك ل3 عوامل مهمين. رقم 1، تباطؤ معدلات التضخم الشهرية لمدة شهرين ورا بعض. رقم 2، دخول دولارات كبيرة بعد صفقة راس الحكمة وصندوق النقد حوالي 25 مليار دولار. رقم 3، وهي النظرة المستقبلية لمصر الإيجابية أو المستقرة من جانب وكالة موديز. كل ده بيساعد أكتر على ثبات او ان البنك المركزي المصري يثبت سعر الفايدة. نيجي بقى للشاشة العالمية والسعر العالمي. طبعا شفنا السعر العالمي بيعمل قمة جديدة عند 2450 دولار للأونصة، وطبعا السعر ده ما عدهاش، رجع ينزل منها. طيب ايه السبب وراء الارتفاع دوت؟ طبعا شفنا مقتل الرئيس الإيراني رئيسي طبعا، وحوار الطيارة اللي وقعت. طبعا عارفين كلنا ان كان في خلاف ما بين الكيان الصهيوني وما بين ايران، وطبعا الشاشة تحوطت عن اعلان اسرائيل او الكيان الصهيوني
ان هم السبب وراء الحادث ده، ولكن بعد ما طلع الخارجية الإيرانية أو طلعت وقالت إن سبب الوفاة كان حادث وعطل فني في الطيارة، شفنا الشاشة بدأت ترجع تاني وبدأت تصحح. ولكن لو كان الكيان الصهيوني طلع وصرح إن هو كان ورا الحادث، كنت هتشوف الشاشة العالمية بتطير، لأن ده كان هيبقى كارثة منتظرة للعالم كله. عشان كده برجع أقول لحضرتك لازم الشاشة العالمية هترجع تاني تصحح. طيب هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ خليني اقول لك ان مفيش صورة واضحة للبنك المركزي هينزل بالدولار جوه البنك لحد فين، ولكن حاليا نحن في انتظار تصحيح الشاشة العالمية، وبعدها نشوف وقتها الدولار وصل لحد فين جوه البنك. وقتها نبدأ ان احنا ناخد قرار بالشراء. في خلال الاسبوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده نشوف الدنيا هتكون وصلت فين بالدولار جوه البنك والشاشة صححت لحد فين، ونبدأ ان احنا ندخل على اجزاء ونشتري على اجزاء، بس يكون الغرض منها البيع في يناير، مش البيع جوه السنة دي خالص. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.